لما بتعملي شعرك وبتعرضيه للحرارة بيكون شكله كده أو كده هايش وناشف ومتقصف ونفسك يبقى مفرود وناعم ومش هايش. فتعالي أقولك الحل. الفكرة في التكنيك والخطوات اللي بتعمليها وانتي بتعملي شعرك. أول حاجة لازم فروة راسك تكون نظيفة جدا، تغسليها كويس قوي بشامبو يكون بينضف، لأن أي بلدبس أو زيوت فاضلة في شعرك ده بيعرض شعرك إنه يتحرق بشكل أسرع وأسهل. خلصنا الشاور بتاعنا، استخدمي أي ليفن أو ستايلينج كريم انتي بتحبيه. أنا بحب الليفين كونديشنر ده قوي، ودي مش اول مره استخدمه، دي تاني علبه ليا. التركايه هنا بقى في الهيت بروتكتنت. انا اكتشفت ان انا كل ده بستخدم هيت بروتكتنت مش مناسب لشعري. الهيت بروتكتنت الميه ممكن ينشف شعرك اكتر. احسن حاجه ان انت تجيبي هيت بروتكتنت يكون قوامه كده عامل زي الكريم، بحس ان هو بيضيف ترطيب اكتر للشعر غير ان هو طبعا بيحميه. انا بحب اميكس الليفن مع الهيت بروتكتنت، وبعد ما انشف شعري هستخدم بقى الستريتنر او الديفيوزر، شوفوا انتوا بتحبوا تستخدموا ايه. وبعد ما اخلص هحط سيرم والف شعري. لما تيجوا بقى تفكوا شعركم وتسرحوه ممكن تلاقوا شعركم هايش شويه، حطوا سيرم تاني وبعدين لفوا شعركم في بان واسعه، سيبوه شويه فكوه، هتلاقوا شعركم بقى تحفه وناعم وفي لمعه.